اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل عيش السندوتشات، العيش الروعة اللي انتوا شايفينه ده. العيش كله هيطلع منتفخ وهيتعمل في فرن البوتاجاز، ومن نص كيلو دقيق هنعمل كل الكمية دي من العيش، والعيش من جوه هش وروعة جدا جدا. وعلى فكرة أحلى من العيش الفينو بكتير، وهينفع معاكم لسندوتشات المدرسة. لو أول مرة يا حبايبي تشوفوني، أنا الشيف ماجي، وهكون سعيدة جدا جدا لو اشتركتوا في قناتي ولايك على الفيديو ده علشان يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نشوف هنحضر العيش الخطير ده ازاي مع بعض. في البداية حبايبي هنحتاج لطبق عميق هننزل فيه بكوباية من الحليب الدافي. هننزل عليه بعد كده بنص كوباية من السمنة، وممكن نستخدم مكانها زيت عادي جدا جدا. بعد كده هننزل عليهم بكوباية من الزبادي صغيرة طبعا زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى أقلب المكونات دي كلها مع بعضها. هنزل عليهم بعد كده بمعلقتين صغيرين من الخميرة الفورية. بعد كده هنزل عليهم بمعلقتين صغيرين من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح. هديهم تقليبة تانية كويسة زي ما انتوا شايفين. آخر حاجة بقى هنزل بيها نص كيلو من الدقيق الفاخر متعدد الاستخدامات. هقلب المكونات دي كلها بمعلقة خشب علشان ما بهدلش الدنيا لحد ما العجينة تتقل معايا. هبدأ استخدم بعد كده ايدي واكمل عجن لحد ما العجينة تكون ناعمة زي ما انتوا شايفين كده. ودي العجينة بعد ما خلصت. عجينة سهلة جدا جدا وبتتعجن بكل سهولة. هغطيها طبعا واسيبها تخمر لمدة ساعة وارجع لكم مرة تانية. ودي العجينة بتاعتنا بعد مرور ساعة خمرت ما شاء الله واتضاعف حجمها وبقت زي الفل. على السطح بقى اللي انا هعمل عليه هكور عليه العجين، هرش رشة دقيق كده صغيرة. دلوقتي هبدأ اقطعها كور على قد حجم رغيف العيش اللي انا عاوزاه، كورة كده في حجم واحدة من الطماطم اللي هي المتوسطة. زي ما انتوا شايفين كده دي الكور بعد ما شكلتها كلها. هغطيها وهسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق علشان اقدر افردهم بكل سهولة بعد كده. دلوقتي هبدأ افرد العجينة زي ما انتوا شايفين كده بمنتهى السهولة بتتفرد معاكي. بفردها الاول بايدي وبعد كده اقدر استخدم النشابة. سمك العجينة مش سميك قوي ولا رفيع قوي، يكون وسط زي ما انتوا شايفين كده. هفرد معاكوا رغيف تاني في منتهى السهولة ومش هياخد منكوا ثواني ويكون خلصان. لو لقيتيه بيلزق ممكن تحطي رشة دقيق خفيفة جدا. طبعا بعد ما افرد العيش بحطه على فوطة وبغطيه بفوطة بردك زي ما انتوا شايفين. نيجي بقى على التسوية. في الصاج بتاعي بحط العيش بتاعي زي ما انتوا شايفين. بدخل العيش في فرن على اعلى درجة حرارة
ويكون شغال الفرن من فوق ومن تحت. وده العيش وهو منتفخ في الفرن زي ما انتوا شايفين كده. اللهم بارك، شكله جميل جدا جدا. لازم بجد تجربوه. العيش في البيت بركة والله يا جماعة. دي كل كمية العيش بعد ما خلصت. كل طلع معايا زي الفل ومنتفخ زي ما انتوا شايفين. ينفع طبعا للسندوتشات، واحلى فطار رايق كده الصبح بعد ما تودي ولادك المدرسة. كمان ينفع الولاد ياخدوه المدرسة معاهم، مغذي ليهم جدا جدا. خشي بقى اعمليه على طول، هيحلي اكلك وهتنبسطي منه جدا جدا. عاوزة بقى حبايبي لايكات للفيديو، واعملوا شير يا جماعة. اللايكات مش بفلوس والله، بس بتديني دعم نفسي كبير اقدم لكم كل جديد. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، واشوفكم على خير في وصفة جديدة وفي حفظ الرحمن يا اغلى متابعين.